العميل اعترف بالمشكله وبرضه ما اشتراش. سالته عن وضعه وحكى لي كل حاجه، وعرفت المشكله فين بالظبط. افتكرت كده ان البيعه خلصت خلاص، عرضت عليه المنتج على طول كحل للمشكله دي، وقلت له اننا عندنا ميزه سواء في موسم او بره موسم، عمرنا ما بنتاخر على العميل وبنأمن له الاستوك اللي يكفيه لحد الزياره اللي بعدها. بص لي وقال لي تمام، بس انا مش مستعجل، اديني فرصه افكر وهرد عليك. انا اتصدمت، هو بنفسه قال ان عنده مشكله ومع ذلك مش شايف انه محتاج يتحرك. طب ليه؟ وقتها فهمت اهم درس في التفاوض. العميل ممكن يعترف بالمشكله لكن ما يبقاش حاسس بتكلفتها، هو ما كانش شايف المشكله اصلا، ولما شاورت له عليها هو اللي طلعها بنفسه. بس برضه لسه ما سخنش انه يتحرك ويشتري. فسالته سؤال تاني، طب لما البضاعه بتتاخر ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وده ما بيخليش عميلك يدور على حد تاني يشتري منه؟ سكت شويه وبعدها قال لي بصراحه في كام مره فعلا العميل راح اشترى من حد تاني، بس في اللحظه دي صوته اتغير تماما. مش عشان انا قلت له انه بيخسر، ده هو اللي اكتشف ده بنفسه. ولما حس بحجم الخساره المشكله ما بقتش مجرد تاخير، بقت سبب يخليه يدور على حل فوري. وساعتها الكلام اتحول من اني بحاول ابيع له لاني بحاول احافظ له على عميله وانقذه من الخساره. قول لي بقى، انت بتسال العميل بيخسر ايه من المشكله ولا بتكتفي ان يقول لك المشكله وخلاص؟ اكتب لي في التعليقات، لان اعتراف العميل بالمشكله بس مش كفايه، لازم يحس بتكلفتها. عشان كده